تقريبا كده كل اللي جاي في وحدات التخزين هيبقى ام دي 2 سواء جين 4 او جين 5 اللي لسه نازل. الاس اس دي هيبقى عليه ضغط كبير جدا، لازم يطور من نفسه ولازم كمان اسعاره تتظبط. والاتش دي دي زي ما احنا عارفين هينقرض تدريجيا مع الوقت، وهو لسه مكمل وصامت حتى الان نظرا للظروف الاقتصاديه اللي في العالم كله. لكن الاتش دي دي عاجلا ام اجلا خلاص محدش هيهتم بيه ولا حد هيفكر فيه. معانا النهارده ام دي 2 من شركه تيم موديل زد 44 ال، هنجربه في حلقتنا النهارده ونشوف كل تفاصيله ونقول لكم فعلا هل يستحق ان انتوا تشتروه ولا لا. في اخر كل حلقه مراجعه هنعملها هتلاقينا سايبين تقييم للمنتج اللي معانا. التقييم بيبقى متقسم لثلاث مستويات: جود وبيست واديتور تشويس. هنختار ما بين البرفورمانس والفاليو وحاجات كتيره قوي في المنتج. لو انت جربت القطعه دي بنفسك والتقييم بتاعنا ليك اي تعليق عليه، سواء شايف القطعه تستاهل تقييم اعلى او تقييم اقل، ابقى مبسوط اكيد لو شاركتنا برايك في التعليقات ونستفيد كلنا. لو قدرت افيدك باي معلومه ما تنساش تعمل لايك للحلقه واشتراك في القناه، ولو عايز شرح لاي معلومه تقنيه او مراجعه الهاردوير ابعت لي تحت في التعليقات. هيا بنا في رحله شهابيه جديده. تي فورس زي 44 ال بيجي بفورم فاكتور 2280. ده الحجم المعتاد لاغلب الام دي 2 العادي، 2.5 عرض في 8 سم طول تقريبا. الام دي 2 من نوع جين 4، شغال على منفذ بي سي اي اكسبريس 4 اكس 4، وبيدعم تقنيه ان في ام اي 1.4. حسب مواصفات الشركة فالسرعة معانا بتوصل لمعدل 3000 و 3500 ميجا في القراية والكتابة. مفيش هيت سينك كبير احترافي، لكن هنلاقي ستيكر كده بيجي منفصل وبتلزقه بنفسك، مصنوع من مواد نحاس بسيطة بتساعد في التبريد شويتين. معانا شريحة 3D ناند من نوع TLC، والكنترولر من شركة فايزون بالموديل الظاهر على الشاشة. الام دي 2 متوفر بمساحات من اول 250 لغايه 2 تيرا، بيجي بضمان تيم جروب لمده 5 سنين، وده وقت كبير بيعبر عن جوده محترمه. سعر الام دي 2 نسخه ال1 تيرا $67، يعني حوالي 2100 جنيه، متوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العمله في كل بلد. جهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. أثناء تجربتنا للام دي 2 تحت ضغط وفي أكتر من اختبار وصلنا لمعدل السرعات المعلن عنه على الموقع الرسمي. كان في تفاوت أحيانا أعلى وأحيانا أقل، وبشكل عام النسبة في المتوسط مظبوطة تقريبا. بالنسبة للحرارة كان آخرنا تحت أعلى ضغط هو 60 درجة، وفي الوضع الطبيعي وصلنا ل 45 درجة، وده معدل كويس جدا واضح فيه تأثير الهيت سينك اللي هو الاستيكر النحاسي اللي قلنا عليه في البداية. في سوفت وير من شركة تيم ممتاز، والواجهة بتاعته خفيفة جدا، هيساعدك تشوف معلومات عن الام دي 2 والهيلث وتعمل بنش مارك للسرعة كمان. هيقرا لك اي وحدة تخزين راكبة وتقدر تستخدمه على كل الهاردات اللي انت موصلها. عجبني جدا وانصحكم تجربوه. لازم ناخد بالنا ان سعر الام دي 2 اللي معانا النهارده يعتبر بنفس سعر الاس اس دي تقريبا، وقريب جدا لسعر الجين 3 من الام دي 2. ورغم كل ده بيقدم تجربه كويسه جدا، هيديك كل اللي عايزه من الجين 4 كبدايه. معدل سرعات مستقر، مفيش اي مشاكل، ودي نقطه لازم ناخد بالنا منها. تيم جروب تضرب ولا تبالي في نقطة القيمة مقابل السعر زي عادتها. لازم كل فيديو اتكلم عن قد ايه الشركة دي محققة واحدة من افضل معدلات التسعير في السوق كله. التي فورس زي 44 ال من افضل الاختيارات في الفئة السعرية بتاعته، رشحهولك جدا لو عايز ارخص حل عملي لام دي 2 من نوع الجين 4.